أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استعدوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا صفوفكم واعتدلوا صلي فرد الصبح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تعملون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في تراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد من السماوات الله أكبر. الله أكبر. رفيع رحمني وجبرني ورفعني ورزقني وعدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu anzala minas samaa'i maa'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربك حمد من السماوات ومن الأرض اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عتيت ولا يسلم ولا تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضينا نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر. اللهم بارك كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du.
Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari menuntut ilmu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Aba Zarrin la an taghdua fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wala an taghdua fata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'atin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, sungguh jika engkau pergi pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah, lebih baik bagimu daripada kamu mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Dan jika kamu pergi pada pagi hari untuk mempelajari satu bab ilmu, baik sempat diamalkan maupun belum sempat diamalkan, lebih baik daripada kamu mengerjakan solat sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diulangi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, sungguh jika kamu pergi pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah, lebih baik bagimu daripada kamu salat sunnah 100 rakaat. Dan jika kamu pergi pada pagi hari untuk mempelajari satu bab ilmu, baik sempat diamalkan maupun belum sempat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada kamu salat sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillahi wa man jaa li ghairi zalik fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa datang ke masjidku ini dengan berniat hanya untuk mempelajari ilmu atau untuk mengajarkannya, maka kedudukannya sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk tujuan selain itu, maka ia seperti orang yang memandangi barang milik orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa datang ke masjidku ini dengan niat untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka kedudukannya sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk tujuan selain itu, maka ia sama seperti orang yang memandangi barang milik orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keterangan seperti orang yang memandangi barang milik orang lain maksudnya yaitu seperti sesuatu yang tidak dimilikinya sehingga ia pun menyesal dan tidak mendapatkan pahala. Keutamaan di atas berkaitan dengan Masjid Nabawi, sedangkan masjid-masjid lain ikut mendapatkan keutamaan tersebut. Dari kitab Injahul Hajah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul khairukum ahasinukum akhlaqan idza faqahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya apabila mereka paham. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya apabila mereka paham. Hadis riwayat Ibnu Hibban. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinu ka ma'adinidz zahabi wal fiddah fakhiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manusia itu bagaikan tempat penambangan seperti halnya tempat menambang emas atau perak.
Jadi sebaik-baik orang di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah sebaik-baik orang di antara mereka pada masa Islam apabila mereka paham. Diulangi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manusia itu bagaikan tempat penambangan seperti halnya tempat menambang emas dan perak. Jadi sebaik-baik orang di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah sebaik-baik orang di antara mereka pada zaman Islam apabila mereka paham. An Abi Umamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatahu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa pergi ke masjid untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji yang sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa datang ke masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji yang sempurna. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Alhamdulillah, kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari menuntut ilmu. Insyaallah apa yang kita dengar, apa kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afina ma huwa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh قلوبنا بأسرتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد المسلمين واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.